السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ألف مبروك لنادي الزمالك. أخيرا الزمالك بيرجع وبيفوز وبيرجع للانتصارات. النهاردة الزمالك لعب ماتش، يعني مش هنقول كويس أوي ولا ضعيف أوي، ماتش متوسط بالنسبة لأداء الزمالك اللي كلنا عارفينه. الحمد لله قدر إن الزمالك يرجع من تاني ويعود. سيف الجزيري لاعب مهم، ولاعب بيعرف يتصرف كويس أوي في الكورة، وبيعرف ازاي عنده سرعة بديهة وعنده سرعة تفكير، بشبه فرص بيجيب منها. محمود عبد الغني غلطاته بقت كتير جدا. المفروض محمود عبد الغني يركز الأيام الجاية شوية، لأن هو أكتر من ماتش يعني مش ماتش ولا اتنين، ولا يعني أكتر من ماتش بيغلط محمود عبد الغني في أكتر من كرة. ف يا ريت يا محمود تركز شوية. عبد الشافي جناح مهم في الزمالك وأدى أداء محترم. أسامة فيصل لعيب كويس جدا جدا ومبشر بالخير، وإن شاء الله ليه مستقبل كويس مع نادي الزمالك. المهم اللعيبة تركز، ما ترميش ودانها برا الملعب، تركز في الملعب. ملهاش دعوة بالإدارة، ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل برا. الكلام اللي بيقولك إن الدوري خلاص انتهى والدوري الأهلي حسم وفوزه على الزمالك، مفيش. الكلام ده غير صحيح طبعا. الدوري موجود، احنا لسه في الدور الأول. انت مطلوب منكم ان انتوا تركزوا كويس قوي في الملعب، وتركزوا قوي كويس قوي مع فرقتكم. و... ولسه الكرة في الملعب، ولسه الدوري ما انتهاش. ده شغل اعلام وشغل تكسير مقاديف يعني. قبل كده كان الاهلي في المركز ال13 والناس كلها كانت بتتكلم في الاعلام ان لسه الدوري ولسه مش عارف ايه ولسه ولسه ولسه. فالزمالك لسه، احنا لسه في الدور الاول، واحنا مش في آه، قدامنا فرصة كبيرة ان احنا ننافس على البطولة، وان شاء الله ربنا يكرم الزمالك ويفوز بالدوري. بس المطلوب من اللعيبة التركيز في الملعب، ما ترميش ودنك بره الملعب. وربنا سبحانه وتعالى عنده التوفيق في النهاية يعني. ألف مبروك ليكم. رجعتوا لسلسلة الانتصارات. ركزوا، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن. السلام عليكم.